السلام عليكم الاخوان، نتمنى كلشي يكون بخير. كنت جيت لكم غادي ندير فيديو على طريقه تغيير البيرمي المغربي الى الايطالي، واشنو الوثائق اللي كنحتاج وكيفاش كيكونوا الاجراءات واشنو غيخصني وفين نمشي ندفع. المهم نبداو باول نقطه اللي باغي نوضحها للدراري كاملين. البيرمي المغربي جميع الطبعات اللي فيه كيتبدلوا هنا في الطاليان، البي السي الاو سي والدي. كاع الطبعات اللي عندك في البيرمي في المغرب كيتبدلوا هنا في ايطاليا. يعني هاد النقطه نكونوا واضحين فيها، حتى واحد ما يكذب عليكم يقول لك لا، حيت كاين بزاف ديال الناس كيخرجوا كيقول لك لا ودي كتكذب على الناس، راه كيتبدل غير ديال الطوموبيل. لا، كيتبدلوا كاملين وبالدليل وبالبرهان، واللي قال العكس مرحبا يتقابح معايا، ما عنديش مشكل. غنبداو بالوثائق اللي غيخصوك بالنسبه للناس اللي عندهم بيرمي بي ديال الطوموبيل، بيرمي صغير بي. اشنو غيخصك تجي معاك من المغرب؟ غيخصك تجي معاك شهاده الاستحقاق، ولكن هاد شهاده الاستحقاق في شي مناطق هنايا ما بقاوش كيطلبوها، بحال في المنطقه فين ساكن انا ايميليا رومانيا ما بقاوش كيطلبوا شهاده الاستحقاق. يعني حتى ديك شهاده الاستحقاق بلا ما تجيبها معاك من المغرب. في المنطقه فين ساكن انا ما بقاوش كيطلبوها. اشنو غادي تحتاج؟ غادي تحتاج يكون عندك البيرميسو دي سوجورنو ديالك، بيرميسو دي سوجورنو فاليدو ولا ريتشيفوتا، حتى ريتشيفوتا تقدر تدفع بها. تكون عندك الريزيدنس ديالك، الكارتا دانتيتا. غدير شهاده طبيه عند اي طبيب، غتمشي عند اي، واخا ما يكونش عندك الطبيب ديالك تمشي عند شي طبيب، غادي تقول لي راه بغيت شهاده طبيه باش ندفع البيرمي، غتخلصو وغادي يصايبها لك. هذيك درتها حتى انا، ما كانش عندي الطبيب فاش دفعت. زائد الكوديتشي فيسكالي، زائد جوج تصاور عاديين، زائد غدير الترجمه البيرمي في عوض شهاده الاستحقاق، غادي دير الترجمه البيرمي فقط وغتدفع. هاد الوثائق اللي قلت لكم بالنسبه للمنطقه فين ساكن انا ايميليا رومانيا، حيت ما بقاوش كيطلبوا شهاده الاستحقاق. في عملات اخرين او في بلايص اخرين الله اعلم واش باقيين كيطلبوا شهاده الاستحقاق او لا تجيبها معك من المغرب، ما نقدرش نكذب عليكم. انا كنوضح بالنسبه للمنطقه فين ساكن انا. بالنسبه للناس اللي عندها البيرمي دي نفس الوثائق، دير الترجمه البيرمي، بيرميسو دي سوجورنو ديالك او لا ريتشيفوتا، الكارتا دانتيتا، شهاده طبيه من عند الطبيب، وجوج تصاور. وكانوا كيطلبوا بالنسبه للناس اللي عندهم بيرميات كبار، كانوا كيطلبوا لهم لا فيزيت الزرقاء ديال العينين، انك تكون جايبها معك من المغرب. حاليا في المنطقه فين ساكن انا تاني ما كيطلبوهاش، ما بقاوش كيطلبوها، حيت بزاف الدراري، 3 الدراري صحابي عندهم البيرميات فيهم طبعات كبار، الاو سي والاو سي، دفعوا بلا لا فيزيت الزرقاء ديال العينين وخرجوا لهم جميع الطبعات. داروا غير شهاده طبيه هنايا عند الطبيب ديال هنا، ومن بعد فاش كتمشي تدفع في لوطوسكول ولا في مدرسه التعليم، ملي كتمشي تبغي تدفع لهم هاد الوثائق كيعطيوك موعد باش ترجع تدوز الطبيب عندهم. كترجع كدوز الطبيب عندهم، كيدوز لك لعينيك صافي وكيدفعوا لك الدوسي ديالك. المهم هادو هما الوثائق بالنسبه للناس اللي باغا تغير البيرمي المغربي الايطالي. غنعاود نذكر بالنسبه للبي، غادي تحتاج دير الترجمه ديال البيرمي، الكوديتشي فيسكالي، بيرميسو دي سوجورنو، كارتا دانتيتا، شهاده طبيه وجوج تصاور. نفس الوثائق بالنسبه اللي عندهم البيرميات كبار. هادشي اللي تنقول بالنسبه للمنطقه فين ساكن انا اللي هي ايميليا رومانيا، ما بقاوش كيطلبوا شهاده استحقاق وما بقاوش كيطلبوا لا فيزيت الزرقاء ديال العينين، وكيخرجوا لك جميع الطبعات. بالنسبه لشي عملات اخرين الله اعلم. وبالنسبه باش الدراري يتفاداو هاد المشاكل ديال حيت كل عمله واشنو كطلب، جيب معك اخويا لا فيزيت الزرقاء ديال العينين وجيب معك شهاده الاستحقاق. طلبوهم لك دفعهم، ما طلبوهمش لك ما تدفعهمش. ونتمنى كلشي يتيسر ليه الامور ويبدل البيرمي ديالو، الله ييسر للجميع.